بعد شوية لما يتفتح المتحف المصري الكبير وتشوفي جدتك الفرعونية واقفة هناك، تعالى احكيلك ازاي كانت أنثى حقيقية، علشان لما تشوفيها بعد شوية تتخيلي حياتها بكل تفاصيلها، روتينها، ازاي كانت زوجة وقائدة وحاكمة. كان يا مكان من حوالي 7000 سنة في أرض النيل كانت المرأة المصرية مثال للأنوثة الحقيقية. كل يوم الصبح جدتك كانت تبدأ بروتين خاص للعناية بنفسها، زي الملكة كليوباترا السبعة اللي كانت بتبتدي تاخد حمام دافي بلبن وعسل علشان بشرتها تفضل ناعمة ومشرقة. بعدها كانت بتدهن جسمها بزيوت طبيعية زي زيت اللوز وزيت المورينجا وزيت اللوتس الأزرق، وتحط عطرها المفضل المصنوع من العنبر. وعلشان تكمل أناقتها كانت بتزين عينيها بالكحل المعروف باسم الجالينا، اللي مش بس للجمال لكن كمان لحماية العين من حرارة الشمس والبكتيريا. وبعدها تلبس الكتان الأبيض النقي رمز الطهارة، وتحط تاج وزهرة لوتس على شعرها كأنها بتعلن بداية يوم جديد بأنوثة وهدوء واتزان. أما عن دورها كأم، كانت الأمومة تاج على راس المرأة المصرية زي الملكة نفرتيتي اللي النقوش في تل العمارنة بتورينا وهي بتحضن بناتها الستة بحب ودفء، بتقبلهم وتلعب معاهم. وده بيأكد إن الأم كانت مسؤولة عن تعليم ولادها ونظافتهم ونظامهم، وإنها كانت بتشوف إن التربية رسالة مقدسة مش واجب عابر. أما عن دورها كزوجة، كانت الست المصرية القديمة شريكة حياة بجد زي نفرتيتي اللي كانت دايما جنب جوزها إخناتون، بتحضر معاها الطقوس والمراسم وبتشارك في القرارات، وهو كان بيستشيرها في شؤون الدولة والدين. وده معناه إن الحب عندهم كان شراكة فيها احترام ودعم مش تملك. في النقوش كانوا واقفين جنب بعض بنفس الحجم، رمز للمشاركة والتوازن. أما عن دورها في المجتمع كقائدة وحاكمة، فهنتكلم عن القوة، يبقى نحكي عن الملكة حتشبسوت اللي لبست تاج الفرعون علشان تحمي شعبها وتبني بلدها. قادت رحلات تجارية عظيمة لبلاد بونت، وبنت معبدها الرائع في الدير البحري. كان عهدها واحد من أزهى عصور مصر. هي امرأة قادت مصر بحكمة ودهاء، وكانت رمز للقوة الروحية والسياسية. لما تشوفي تماثيل جداتك قولي لنفسك أنا ملكة حفيدة الملكات، نفس القوة ونفس الروح. جدتك الفرعونية كانت بتبتدي يومها قبل الشمس ما تطلع، وبتنام وهي مطمنة إنها أدت كل أدوارها في حياتها بإتقان. أم عظيمة، زوجة حكيمة، قائدة شجاعة، وكمان أنثى جميلة في بيتها. اعملي روتينك واهتمي بنفسك، كوني قوية، كوني رقيقة. شوفي جدتك وقولي أنا حفيدة الملكات.